أكيد كانت أيام عصيبة هالكم يوم اللي مضوا على الشعب السوري بشكل كل الشعب السوري. الحقيقة يعني كانت أيام يعني صعبة لأنه مساكين يعني حزننا على الشهداء الله يرحمهم بال 400 ل 500 شخص من الأمن اللي كانت بس مهمتهم حماية الناس، حماية البلدات. عملوا مراكز أمنية، حواجز مشان ما حدا يعتدي على حدا، حماية البيوت والأماكن الرسمية والمستشفيات. يتخيلوا اجوا هدول المجرمين قتلوا حراس المستشفيات. يعني شو بيكون عندهم سلاح؟ بيكون معه مسدس بارود، اجوا اعتدوا قتلوهم. قتلوا عائلة إدلبية، امرأة وأربع أطفال، بس لأنه من إدلب. يعني الإجرام اللي عند هدول جماعة النظام السابق شيء غريب، يعني شيء غريب لا يمكن فهمه ولا يمكن تصوره ولا بيفوت بالمخ. يعني درجة الإجرام اللي عندهم هدول. وهلأ مفكرين بكل بساطة أنه رح يرجعوا للحكم، يعني رح يعملوا انقلاب أو يستقلوا بالساحل أو يرجعوا حكم بآل الأسد. شو هالغباء هذا؟ يعني شو هالحماقة هي؟ الحقيقة يعني واضح جدا دور إيران بالموضوع. هي اللي رسمت وخططت ومولت عن طريق قسد، عن طريق أزلام لإلها. قد يكون الروس لهم دور في تحت تسريبات أنه أعطوا سلاح وذخيرة، الله أعلم. ببين الحقائق عم تنكشف شوي شوي، ما عاد في شيء يتخبى. يعني هلا المخابرات العالمية كلها موجودة بسوريا وعيونها على سوريا. والتصريحات اللي طلعت من الحكومات ومن وزارات الخارجية وضحت انه في ناس عم يعتدوا على الحكومة وعلى الدولة، وهدول من فلول النظام السابق. وهن ما خبوا حالهم. يعني وقت نسمع التسجيلات والشهادات، وانه نفسهم هن اللي ما بيطلع معهم من طائفتهم، اللي ما بيطلع معهم بيقتلوه. وشهادات كتير يعني مساكين مئات المدنيين من الطائفة العلوية انقتلوا بإيد هدول المجرمين الضباط والعناصر اللي حاملين سلاح وطلعوا ضد الدولة. طبعا ما بننسى اللي راحوا بإيدين كمان هدول المجرمين اللي هن فعلا طائفيين، اللي دخلوا بصفوف الأمن أو بالفصائل المسلحة، واللي عندهم أفكار شاذة. أفكار شاذة عن الإسلام وشاذة عن المسلمين وشاذة عن التعاليم النبوية الشريفة وعن كل شيء. عندهم نفس طريقة تفكير الدواعش، يعني اللي ما عندهم إنه كله غير مسلم فاقتلوه غير مسلم فحلال دمه وعرضه وماله وكذا. شو هالتفكير الغبي الساذج السخيف الإجرامي هذا الإقصائي؟ هذا هو. هاي هي الطائفية، هي الإقصاء. يعني كل شيء مو مثلي فهو عدوي. لا، بالإسلام في إنه غير المسلم تروح تقتله. يعني هذا الطالع الجزائري اللي عامل فيديو إنه والله نحن إذا واحد مسيحي أو شيعي أو نصيري أو ما بعرف له بنقتله. شو شو هالغباء وشو هالإجرام هذا؟ هدول ما بعرف كيف دخلوا بصفوف السوار. يعني لأنه نحن كسوريين ما عندنا هالعقلية أبدا، إلا اللي انغسل دماغه. في بعض المغسولة أدمغتهم اللي انضموا للدواعش، واللي بعدين يظهر أنه بعد ما فرطت داعش انضموا لفصائل معينة مسلحة. أكيد كانوا مخبايين، لأنه لا يمكن يرضوا الثوار، ولا يمكن ترضى الحكومة، ولا يمكن يرضى أيا كان من السوريين اللي في شوية عقل ودين وأخلاق إنه يرضى إنه هدول يكون موجودين بيناتهم. لأنه نحن ما بنرضى إنه إنسان عنده فهم سقيم للشريعة الإسلامية وما عنده أي فهم للقرآن ولا للسنة إنه يدخل بيناتنا ويحمل سلاح. لأنه هذا خطير، هذا خطير علينا نحن بالذات، يعني كمسلمين. خطير على الدولة، على الحكومة. أنتم متخيلين حجم الإساءة اللي صارت بهالكم يوم، هالثلاث أيام اللي مضوا لصورة الثورة السورية ولصورة سوريا؟ يعني أمر هدول طبعا لازم يعتقلوا ولازم يتحاكموا على جرائمهم، لأنه هي جرائم لا تغتفر، لا تغتفر.
مثل ما قال الرئيس أحمد الشرع، الجرائم اللي عملوها الفلول هي طبعا كبيرة جدا ولا تغتفر، وأيضا جرائم هدول لا تغتفر. كيف يعني أنت بتجي لواحد ببيته وبتفهم إنه وبتعرف إنه عليه وبتروح بتقتله؟ طبعا لا، ما بصير نحن نركز بس على هالنقطة هاي، لأنه هاي نقطة من النقاط العديدة. الإجرام الأكبر هي اللي قامت فيه الفلول. لو أنه هالنظام والحكومة جديدة والأمن وقوات الردع كانوا طائفيين أو إقصائيين أو مجرمين، ما كانوا انتظروا 3 شهور لحتى أجوا الفلول حاولوا يعملوا انقلاب أو ثورة مضادة وراحوا يقتلوهم ببيوتهم. طبعا كان من البداية بدون إعلام بكل بساطة كان ممكن يعني الحكومة توجه كم ألف واحد من هالناس اللي عندهم استعداد يقتلوا، لا تاخذوا معكم كاميرات وروحوا ادخلوا على قرى وبيوت العلويين واقتلوهم كلهم. كان ممكن هالشيء يصير بدون تغطية إعلامية، لو انه كان في فعل فكر يعني اجرامي او حاقد او طائفي عند ولكن سقط نظام الاسد، اجت الحكومة اعلنت عفو انه بس تعالوا سلموا اسلحتكم وسووا تسويه وروحوا عيشوا حياتكم، اشتغلوا واعملوا واطلعوا وجيبوا اولاد، سافروا، اللي بدكم اياه سووه. ابو هدول المجرمين اللي متعلمين على السلطه والسلبطه والرشوه والسرقه ابو وسمعوا له كلام اكيد ايرانيين ومن حزب حسن زميرة، وقد يكون في تدخل من الروس وشوية من حكمة إجري هذا اللي بده كمان تدخل أجنبي. طبعا هي خيانة عظمى، طلب أي واحد يطلب تدخل أجنبي، كل قوانين الدول كلها، أي واحد بيدخل تدخل، أي واحد بيطلب تدخل قوة خارجية في بلده فهو خائن خيانة عظمى ولازم يتحاكم. هذا بنفرض منه. اجت قسد بعدين اكيد عن طريقها يعني اجى تمويلها، وهذا صار فيه ادله يعني حاولت تتحرك، لولا انه الحمد لله اجى الطيران التركي قصف اللي كانوا بدهم يتحركوا، ولا كانوا عملوا شيء، كانوا عملوا نوع من الكماشة وضغط على الحكومة أو إسقاط أو أي شيء. طبعا هذا الشيء ما صار وإن شاء الله ما راح يصير، لأنه هلأ مثل ما قال وزير الخارجية، مثل ما قال الرئيس، الشعب كله صار جيش، متطوعين ب4 ساعات 500 ألف إنسان جاهزين يحملوا السلاح ويروح يدافعوا عن بلدهم. خلاص هذا حكم الأقلوي الطائفي الإقصائي صار من الماضي، ما عاد في أمل أنه يرجع. فافهموا يا عالم، فهموا يا ناس، عيشوا حياة كريمة ببلد في عدل، في مساواة، كل الناس سواسية أمام القانون وخلاص.